في ساعة برك راح ديري هاد المحاجب بلا تعب وبلا دليك. كي راني نقول لك بلا دليك بلا دليك، ما راحش تدلكي كامل. راح ديريهم وراح يخرجوا لك شابين وخفاف، واللي ياكلهم راح يشكرك عليهم. حتى ولو كنتي اول مرة ديريهم راح يخرجوا لك الا تبعتي الطريقة بالتفصيل. السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد عند اختكم امينة. اليوم كما راكم تشوفوا عرفتوا شو راح ندير معاكم المحاجب. كل مرة نقول غدوة من غد غدوة من غد، حتى اليوم كتب ربي. تبعوا الطريقة بالتفصيل وإن شاء الله أي وحدة مش موالف يخرجوا لها. راح تجربوا الطريقة تاعي ويخرجوا لها إن شاء الله. المهم نبداو بسم الله. هنا عندنا 2 كيلات تاع سميد رطب. انا استعملت سفينة، بصح مشي تاع 10 كيلو، تاع 25 كيلو، لانه تاع 10 كيلو و25 كيلو ماشي كامل كيف كيف، فرق كبير بيناتهم. راح نزيد كيلة تاع فرينة. هنا درت فرينة سفينة، ومام سميد الرطب تاع سفينة. عندي مغرف تاع سكر باش تعطينا ديك التحميرة الشابة، و2 مغارف تاع الملح. صدقوني هاد المحاجم ما فيهمش التعب كامل. نزيدو 2 مغارف تاع الزيت. ما تنساوش خواتاتي جميل الفيديو، اشتراك في القناة اذا كنتوا اول مرة تشوفوني، وخلوا لي رايكم في التعليقات. صدقوني جام واشتراك وتعليقكم بزاف يعني لي، يعني ماهوش مجرد رقم ولا غير باش تطلع القناة ولا، صدقوني والله غير تعليقاتكم بزاف تشجعني وتحفزني. انا هذا الغرفيات داولي 2 كيسان ونص تاع الماء. وراح نقول لكم حاجه للناس اللي ما يبغوش المحاجب يتكسلوا، يبغوهم زعما كي تقسميهم يتقسموا عادي. ديروا كاس تاع حليب. برك المبتدئين ما ننصحهمش على خاطرش العجينه تغبنكم كي تولوا تحلوا فيها تولي تتقطع. يعني على هذه اليوم ما درتش الحليب، انا مالف ندير الحليب اليوم ما درتوش باسكو انا صايدي جاني راني مالفه بالمحاجب ومالفه نعرف كيفاش نتعامل مع العجينه، ماشي كيما واحده مبتدئه راح تغبنها. شوفوا هنايا راني لميت العجينه تاعي وما راهيش تتلاصق في اليد، ما لازمش تكون تتلاصق. صافي العجينه ما تجروهاش ومشي تيبسوها لديك الدرجه، يعني تجي مليحه تجي شاده روحها. شوفوا راني لميتها بلا ما لصقت لي في يدي كامل. الا لصقت في اليد خلاص راكم زدتوا لها الماء وراح تغبنكم كي تولوا تحلوا فيها. ومعلومه واحده اخرى، يعني في الشتاء نسيو العجينه شويه، ما نديروهاش يابسه، شويه نجروها شويه. وفي الصيف لا في الصيف يعني خليها شاده روحها مليح، باسكو في الصيف سخانه وبالخف تطلق روحها. شوفوا هنا غير تلموها برك. شوفوا هنايا اللي ما تبغيش تعجن بزاف وكاع قعدي تخبطي فيها هكا العجينه حتى تولي ليس وحده، حتى تولي رطبه وتولي معجونه شغل عجنتيها. لميها وكملي وديريها في ساشي. وإلا ما بغيتيش تعجني ما بغيتيش تخبطي، لميها غير دقيقه ولا زوج وخليها تريح مده 10 دقائق، ومن بعد عاودي رجعي ليها عجنيها 2 دقائق ولا 3. شوفوا هنايا اللي ما تبغيش تعجن ما تبغيش تخبط ما تبغيش تخليها تريح دوك ال10 دقائق باش تعجنها، جيبي الباتور تاعك وروحي ديريه كيما هكا كي ديري هذه العبسه تاع العجين، وخليه 2 دقائق حتى 3 دقائق، يا ربي 2 دقائق بزاف يكفوا. موراها لميها ودوك تشوفي التكميله تاع الفيديو كيفاش راح ندير. يعني تقدري ما ديريش الباتور كامل في الاول، تلميها وتبقاي تخبطي تحجنيها مليح مده 5 دقائق ولا، ومن بعد ما تزيديش كاع ترجعي ليها حتى كي تروحي باش تقرصيها. وإلا ما تبغيش كيما قلت لك ما تبغيش تعجني، خليها تريح شغل تريح تطلق روحها باش كي تجي تعجنيها تجيك سهله ما تعييكش. ولا ديري الباتور وحده من هادو. شوفوا ضرب جيت نلمها غير هكا ونجيب ساشي ندلها شويه تاع الزيت نديرها في هذيك الساشي. دروك ما راحش نرجع ليها نهائيا، ما راح ندلك ما راح نجيش ليها كامل حتى اللي راح نجي نقرصها نوجدها باش نطيبها.
هنايا نجيب نديرها هنايا فيها في الباسينه هذيك اللي عجنت فيها، نبلع عليها، ومن بعد نجيب باسينه واحده اخرى فيها الماء سخون، ماشي الماء سخون يغلي، وانما سخون هكا وماشي دافي فاني، لا لا، باسكو دافي اصلا راح يبرد بالخف. هكا هذه العمليه تسرع من زعما فيطح باش تخلي هكا في ساشي ترتاح، ما توجدلكش حتى بعد 4 سوايع ولا 5، يعني هذه في ساعه برك. هنايا نروحو نطيبو الشكشوكه تاعنا، انا نديرها في الكيكوطه تاع اللي على السريع، ما نديرش في المقله ونضلي معاها، وهكا تعجبني. هذه هنايا يبقى اختياركم، بغيتو تجربوا طريقتي جربوها مره وشوفوا الا عجبتكم، راكم خاسرين والو، مع العلم انه تجي بزاف بزاف بنينه. هنا درت البصل انا قطعوه هكا وخلوه يتقلب بلا ما ديروا الملح، خلوه هكا على نار زايده يذبل، يذبل مليح مليح. انا راح نزيد زوج حبات تاع زروديه ربيتهم رقاق كامل. بالك راح تستغربوا وتقولوا زروديه ايه، زروديه تخلي بزاف الحشوات بنان، نديرها في البوراك في لي غراتا، حتى في التكتوكه تاع المحاجب، ما راحش تجي باينه نهائيا، ما راحش يجي الكوت تاعها، بصح راح تعطي تزيد بنه لهذيك التكتوكه. جربوها مره واش راح تخسروا نتوما. هنا بعد ما دبلت هذيك زروديه وهذاك البصل نجيبو نديرو لي زيبيس تاعنا. شوفوا هذا وين درت الملح، خاطر كون نديرو الملح في الاول يخلي هذيك الزروديه والبصل يطلقوا الماء تاعهم وما راحش يتقلاو مليح. هنا الطوماطي شوفوا كيفاش قطعتها قطع صغيره. نزيدو نجيب لي زيبيس، عندنا فلفله حمراء، راس الحانوت، شويه تاع حرور وكمون. الا فلفله حمراء تاعكم ماشي مليحه ومره ديروا طوماطيش تاع الباطا، انا ما نستعملهاش نهائيا، يعني نشري فلفله حمراء شابه ونطيب بها. هكا درك راني دايره على نار متوسطه، نخلطهم مليح ونبلع الكيك. هنا بعد ما ذبالوا لي كامل وكاع نخلطهم مليح وندير ونبلع الكيكوطه تاعي مده 10 دقائق ربع ساعه، نطفي عليها وتكون على نار قليله. شوفوا هنا الشكشوكه تاعي صايره هي وجدت، انا نبغيها هكذا، بغيش حمراء بزاف كي اللي يبوها حمراء بزاف. زيدوا الطوماطيش، انا نفضلها كيما هكذا، ونبغي فيه ديك شويه تاع لاصوص. نروح للعجينه تاعي دروك، نتوما تقدروا كي ديروا التكتوكه روحوا للعجينه تاعكم، بصح انا اصلا التكتوكه بالخف وجدت لي في 10 دقائق مع البصل الابيض وكاع ليه وجدت. شوفوا ملي درتها ساعه ما عاودش وليت ليها حتى لدروك، بلك واحد 40 دقيقه هكذا قعدتها وجيت ليها، راح تشوفوا قلت لكم في ساعه. هاد العمليه بزاف مليحه في الشتا يكون الحال بارد وكاع، وما في الصيف كي نكون متقلقه نديرها، ما نضليش دي فوا ما تبليش على المحاجب بالصباح من وجدت العجينه بكري، تبلي لي من الحشيه نجي ندير هاد العمليه بالخف. شوفوا راكم شفتوا العجينه كيفاش جبتها، كيفاش راهي تكسل ومطاطيه وبلا ما تقطعت. شوفوا والله ما دلكتها، والله ما دلكتها، كيما شفتوا قدامكم لميتها وخليتها. دروك نروح نقرصها كيما قلت لكم، ولا ما باش كيفاش تقولوها نتوما. شوفوا هنايا درت غير 3 حبات، على بالي راح تستغربوا تقولوا كيف 3 حبات، انا صح نبغي المحاجب، بصح كي نطيبهم انا ننقهم على باليش على، ما نقدرش ناكل بزاف، ناكل وحده، والزوجه راح نخليها غدوه من ذاك ولا حتى يفوتوا سوايع ولا، وبنتي فاني بتبغيش بزاف تاكل وحده. كيما على بالكم غير انا وبنتي وزيد، حتى ولو زعما كانوا ناس معايا ما نقدرش نكثر، راح نخليهم هما يطيبوا، خاطرش انا ما نقدرش نوقف بزاف، يعني هادو 3 كي طيبتهم انضريت، صافي لازم نطيب وحده ونريح، نطيب وحده ونريح، يعني ما نقدرش، يعني من المستحيل انه ندير محاجب للدار، زعما يكونوا خواتاتي ولا ديك ولا من المستحيل، سكو ما ننضر من ظهري بزاف. شوفوا هنايا جبت قطعت هكا مربعة بورق الطهي، وقلعوا له هذوك الكوا، هذوك الريسان اللي يجوا في الكوا هكا نحوهم باش من بعد ما يقولوش ينقلبوا لكم هكذا في العجين ويغبنوكم. نحوهم وديروا كامل الزيت في البلاصه اللي حتى عجنوا فيها، انا ما نكثرش الزيت بزاف،
شوفوا كي تعجنوها هكا خلوها قصدي كي تخبزوها كيما هكا تحلوها، خلوها تريح شويه يا ربي 30 ثانيه ولا، ومن بعد كملوا. انا العجينه تاعي راهي مليحه، وهذا النوع تاع زعما دقيق مليح يطلق روحه بالخف، ما نحتاج انه نخليها. مي الا درتو نوع تاع دقيق واحد اخر، كي تحلوا الخبزه تاعكم كيما هكا خلوها شويه باش تولوا تجبدوا هنا، خلوها شويه باش تولوا آه كي تولوا هنا في المرحله راح تجبدوا، خلوها تريح يا ربي 30 ثانيه، من بعد بداو تجبدوا. شوفوا كيفاش راهي تنجبد ما شاء الله بلا ما تتقطع. دقيق هذا اصلا بالخف تاع سفينه، هذا تاع 25 كيلو بالخف يطلق روحه، يعني لازم ما ليه. انا نكبر الخبزه، يعني على هذيك درت واحده واحده، حنديرها كبيره اصلا راهي تبان باللي كبيره. ورقوا هذوك الحوايج باش من بعد كي تولوا كي تطبقوا العجينه تاعكم ما يجوكمش لداخل، يبقاو خشان لداخل. انا كاع هكذاك النص نزيد نخبزهم هكا كي نطبق ودي فوا نحي هذوك الحواشي ما نبغيهمش. على هذه راح تخرج بزاف خفيفه، يعني المحاجب باش يجيكم خفاف لازم ترقوهم قد القدر المستطاع لهنا في هذه المرحله. شوفوا كيفاش راني نكسل فيهم ونخبز فيهم مليح، ما منا من هذه الجهه هكذا كي تحسوا باللي راهي خشينه ولا نزيد نكسلها هكا. نروح ندير هنايا الحشو تاعي. انا صراحه نبغيهم بالبولي اشي نقليه بصح ما خلطوش مع التكتوكه، نديرو هكا من الفوق في التالي. اليوم ما لقيتش وكانت نفحت لي المحاجب، واكيد ما راح ناكلهم بلا فرماج. اليوم اول مره في حياتي ندير المحاجب، ندير التكتوكه تاع المحاجب بلا ما يكون عندي ثوم. يعني انا انسانه ما نعرفش نطيب بلا ثوم، ما يخطيليش الثوم، نديرو في كلش، كاع في اي حاجه ندير ثوم، غير في طاجين الحلو اللي ما نديروش. هيا اليوم جايتني غريبه صراحه، ما باليش كيفاش راح يكون الذوق بلا، ما لقري ذوق التكتوكه عجبتني بصح بلا ثوم لا. شوفوا كيما شفتوا هذيك الحوايج نحيتهم، ما نبغيش انا هكذا كاع، ما نبغيش هكا تكون طبقه شويه خشينه ولا. بهذه الطريقه راح يجيكم خفاف بزاف. دي فوا ان يجوني شفافين هكا تولوا تشوفوا في ديك التكتوكه لداخل كيفاش. شوفوا هنايا غير تحسوها باللي شدت روحها صاي قلبوها. في الاول خلوها على نار زايده شويه، غير تقلبوها نقصوا لها شويه باش ما تنحرق لكمش هكا. هنايا نقصوا وفاني كي نحسوها باللي حكمت روحها شويه دقيقه ولا نولو هكا ندورو فيها باش تدي تحميره شابه، ماشي بلاصه تقعد بيضه وبلاصه هكا تنحرق ولا تحمار. حنايا صاي كي عرفت باللي حكمت روحها نقعد ندور فيها هكا. وما تكثروش الزيت، انا ندير رشات خفاف، ودي فوا ماشي مع كل خبزه ندير رشات، لا دي فوا نطيب زوج حتى ل3 باش عاد ندير. وهي الخبزه الاولى تاعنا راهي واجده. المهم ان شاء الله تكونوا استفدتوا خواتاتي، وان شاء الله ما يكونش الفيديو طويل عليكم بزاف، وان شاء الله انا كنت خفيفه ظريفه عليكم. وخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش جام الفيديو، اشتراك في القناه، وبارطاجوا لي هذا الفيديو مع خواتاتكم صحاباتكم كما العاده. واللي تسيهم تعاود تكتب لي في هذا الفيديو تقول لي بلي اني جربتهم وخرجوا لي شابين. اترككم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله.